ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بخير. كنت عايز احتفل معاكم بمناسبة 10,000 سبسكرايب، فمبروك لينا. فالنهارده في الفيديو هوريكم انا ليه بقالي فترة ما بعملش فيديوهات. تمام. اول سبب الموبايل اللي بصور دي كان للاسف باظ. بص انا هحكي لك حكايه من البدايه، تمام، واتمنى ما تزهقش. ولو عايز مستعجل او وراك حاجه تعملها، ممكن اسيب لك تحت البوينتات اللي هو ايه الحاجه اللي اشتريتها، سعرها كام، معرفش ليه، انت بصراحتك ايه تنقي. بس انا هحكي لك الحكايه في الاول وانت ايه ودماغك. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا الفيديو. المهم يعني جيت انا في شهر 12 كده، الموبايل ابتدى ايه يخستع مني. قال لك يا باشا ايه، انا قدمت وكفايه عليا قوي كده، وانا مش نافع معاك الكلام ده. طب ايه يا ابن الناس هتعمل ايه؟ البطاريه اتنفخت، بقت حامل، باظت. رحت عند في محل عندنا كده تعبان، انا شويه حراميه ما بيعرفوش يقضوا مصلحه. استنى عشان ده صوتي يلا بيب بيب. ما بيعرفوش يقضوا مصلحه. قلت له غير البطاريه، غيرها لي. اول يوم كانت 100%، تاني يوم 90، هوب تالت يوم 70، هوب بقت 30، باظت. كملتش اسبوع رحت له، قال لك لا الموبايل وبتاع، عايز يلغي الموبايل كله، في يعني يخلي الموبايل كله باظ بسبب البطاريه. طبعا ده هبل يعني. فساعتها رحت له، عملت معاه حوار بصراحه. راح مغير لي البطاريه، جاب لي بطاريه تانيه. بطاريه اسمها احمد، يعني فيش حاجه في الدنيا اسمها براند اسمه احمد. ده واحد عيد راح الصين، شاف ارض حاجه موجوده هناك، جابها. طبعا الموبايل قديم، فكل البطاريات اللي موجوده، حد قال لي يعني، واحد صاحبي مش عارف الموبايلات، انا مش هعملها لك. انا عشان الموبايل ده قديم وكل البطاريات الموجوده اكسباير، فانت ما تجيب بطاريه هتلاقيها باظت منك. فانا ساعتها معيش موبايل، لازم أنا اجيب موبايل. وحوار ان انا صلحته ما ينفعش ضايقني اكتر كده. بقيت انزل الشارع امشي بالشاحن، وقصه حزينه. وساعتها كانت الغلو كان جامد قوي، فما كنتش عارف اشتري موبايل. كانت الدنيا بايظه قوي، والاسعار عماله تزيد بطريقه متخلفه، فما عرفتش اعمل ايه. فالمهم ساعتها لما رحت غيرت البطاريه تاني، قامت نفس القصه بالظبط، يعني نفس اللي فات عملتها. فانا كنت خلاص اتبضنت، يعني اللي هو بقى تمشي بيه يفصل، اجي اروح مشوار وفي ناس مستنيني يفصل. قلت دي شغلانه خرا دي. فساعتها قلت يا عم حاول تجمع اي فلوس وتجيب لك موبايل كده كده ايه، بالمره تجيب لك ايه موبايل كويس. فطبعا اسعار كانت متخلفه قوي، يعني كانت عماله تزيد بغباء يعني. قعدت اسرش كتير، الاقي مثلا يعني في وقتها الموبايل مثلا كان ابو 10,000 جنيه، كان اللي هو مثلا في ايام اللي هو في الايام اللي السعر كويس كان يعني مثلا 4 5,000 جنيه. الحاجه زادت الضعف. فساعتها قلت ايه، انا هجيب اي موبايل امشي بيه حالي لحد ما ايه اشوف لي موبايل ولا اصلح الموبايل والكلام ده كله. ساعتها رحت قلت اجيب موبايل نوكيا بزراير. انزل يا اخويا على موبايل نوكيا بزراير الاقي ب 1000 جنيه اقل موبايل. لما انا اجيب موبايل نوكيا ب 1000 جنيه ده هبل. فلقيت هوريكم برضو حاجه عشان دي تعلمكم، لو انتوا عايزين تشتروا موبايل بزراير هوريكم موبايل اهو. ده الموبايل اهو، نوكيا مكتوب عليه نوكيا ونوكيا من ورا، والكرتونه نوكيا والكلام ده كله، ومن جوه نوكيا والكلام ده كله تمام. بس وانت رايح تشتري موبايل نوكيا هتلاقي فيه نوعين من الموبايلات. هتلاقي موبايل نوكيا الكرتونه بتاعته فيه مكتوب عليها توكيل رايه، وفي موبايل نوكيا هتلاقي الكرتونه بتاعته نوكيا وكل حاجه بس مش مكتوب عليها حاجه خالص. وهتروح للمحل هيقول لك يا باشا ده نوكيا وده نوكيا، بس ده ضمان دولي وده ضمان محلي والهبل ده. اللي اكتشفته يا معلم ان الموبايلات دي ده موبايل صيني مقلد نوكيا بالظبط بالظبط. لكن موبايل نوكيا التاني ده الاصلي، دي بطاريته مثلا تقعد معاك يوم يومين 3 ايام لو انت بتتكلم فيها. ممكن لو بتتكلم فيها اصلا طول اليوم مش هتقعد معاك. الاوبشن بتاعه غير جوه، الالعاب مش كتير، السجل بيروح بسرعه. قصه حزينه كده، موبايل حقير يعني فاهم. ده كنت جايبه ب 500 جنيه. الموبايل نوكيا اللي هو الاصلي منه عامل 1200. فعشان كده بقول لك ده الفرق بين ده وده. بس انا قلت ايه، انا مش عايز اصرف كتير، وجبت موبايل اللي هو جبت ده يمشي بيه حالي يعني وبتاع. فالمهم ايه، فضلت ادور في الاسعار وبتاع. فانا ايه ساعتها قلت هنزل اجيب موبايل قسط. خدت امي الحبيبه، رحت نازل بيها. نزلنا نشوف حوار ايه اللي هم اسمهم امان، عشان هي كانت بدايه بالشين امان من حاجات تقسيط وبتاع. رحنا امان، ايه يا جدعان عايزين نشتري موبايل. كنت انا ساعتها عايز اجيب اللي هو ريلمي 11 برو بلس. ده كنت ساعتها بشوف الريفيوهات، لقيته ايه اكتر موبايل يعني مسمع والناس كلها ايه مركزه معاه. رحت امان عايزين يا جماعه الموبايل ده، يا اما كنت مختار ساعتها موبايلين تقريبا، فيفو في 29 ده حاجه زي كده.
فقال لك مفيش غير فيفو معرفش كام. قلت له طب انا عايز ريلمي، قال لي لا مش موجود عندنا. طب يا عم جيبه لنا، قال لك لا مش موجود. طب ينفع نجيبه مكان تاني ونستخدم البتاع؟ كانوا بيعقدوا الدنيا، كانوا بيوقفوها، فاهم؟ مع ان انا امي كانت معاهم وبتديهم فلوس يعني على طول باول باول وبتاع. لا اشتري من عندنا احنا موبايل ونظبط لك السعر وبتاع. قلت له يا عم طب انا عايز موبايل معين، انت هتديني ليه الموبايل من عندك انت؟ المهم رحنا دريم 2000. ساعتها رحنا برضه يعني بيسمعوا كلمة قسط. ساعتها الموبايل ده وقتها كنا في شهر واحد. الموبايل ده كان عامل 18000 جنيه، اللي هو ريلمي 11 برو بلس في دريم. وكان في المحلات العادية ب 17 ونص وب 17، من 17 و 17 ونص. وفي دريم كان دايما، ودايما دريم دايما مغلية يعني عن الطبيعي. ف فساعتها رحت لهم، قعدوا برضه يدوني في حوار ايه التقسيط وكده. فبعد كده لما رحنا قلنا خلاص هنظبط الدنيا وبتاع، رحت الرلمي لامان. قال لك والدتك معديه سنها معدي 60 وللاسف مش هينفع تاخد حاجه قسط. قفلوها خالص بعد ما كنا رايحين معانا فلوس ومعانا كل حاجه وبتاع. فلما لقيت كده اتبطنت، قلت خلاص ايه فاكس مش لازم. رحت ساعتها بيتك، برضه اسعار مستهبله على الاخر ورزق، واخدين يعني مثلا الموبايل اللي ب 20000 يقعد عليه 8000 جنيه، اللي هو يعني رقم فلكي. وبعدين لا يعني انا ممكن اجمع فلوس احسن بدل الهم ده. المهم يعني عشان برضه ما اطولش عليكم، فكبرت دماغي وقلت يا عم تعال معاك موبايل بلو الو، مشي دنيتك بيه. شغلت الواتساب على الجهاز بتاعي، اي حد برد عليه بتكلم في الموبايل وخلاص. وايه عدت الايام لحد ما قفشت فلوس. كنت انا مستني فلوس كده، قفشت فلوس. فساعتها انا في الوقت ده كنت بتابع دايما الاسعار. فساعتها كنت بتابع اللي هو ريمي 11 برو بكام، اللي هو برو بلس بكام. فساعتها انا الوقت ما انا نزلت اشوفه بالقسط كان عامل 17 ونص. فجاه الموبايل ابتدى يرفع، الاسعار عماله تزيد. طب ايه اللي حصل؟ رفع من 17 ونص ل 18، راح جاب 19 ونص، راح جاب 20، راح جاب 22، راح جاب 23، راح جاب 24. انا كده بكلمك في ال 11 اللي هو 11 برو بلس، راح جاب 24. ساعتها انا قعدت الطم يدين امي، كان قدامي 17 ونص بس مش معايا فلوس. قلت اعمل ايه؟ بقيت اقول لامي العقل الممثل ده مزيد. عارف انت اللي هو ايه، انت هتجمع فلوس بس كل ما تيجي تجمع تلاقي الموضوع بيفرض منك. وانا مش هجيب موبايل بالسعر ده ليه يعني؟ يعني انا كان قدامي موبايلات كتير بسعر رخيص، بس وقتها ما كانش موبايلي بايظ. انا مش فارق معايا، انا معايا اللي هو نوت سامسونج اللي هو 5 نوت 5، بس هو قديم شويه. انا بصور منه دلوقتي، انا رحت صلعت في الاخر. فالمهم ايه الموبايل قعد ايه سعره يرفع بغباء. ساعتها نزل اعلان ايه اللي انت تعرفوه دلوقتي، يعني اللي هو 12، اللي هو 12 برو بلس. نزل اعلان وينزل قريب الايام اللي جايه يعني وبتاع. فانا استغلت بقى الفرصه. بقى قلت بقى بدل ما انت كنت هتجيب 11 يا عم هات بقى 12 وخلاص بقى. انت كده كده عايز تجيب حاجه حلوه وتقعد معاك. سواء اشرب بس ميه. فساعتها قلت يا عم هات 12. قعدت اسال حد من بره، ما عنديش حد بره عدل يعرف ينجز لي المصلحه دي. يا جماعه ابعتوا لي موبايل من بره وهكايش لكم فلوس انجاز. الناس بتنقر لاطياس بره، ما حدش بيفهم حاجه، ما حدش بيقدم مصلحه حد. يا جدعان ده انا مش هاخر عليكم. تيوس بيتعامل مع تيوس. قلت يا عم ايه كبر دماغك وخلاص، بعته من مصر وخلاص. لما نزل الريلمي 12 برو بلس كان عامل كام بقى؟ نزل عامل 33000 جنيه. يا دين امي جلطه، فاهم اللي هو قلت ده بعيد جنيه كده مش هينفع يتجاب. قعدت اشوف مواصفاته وبتاع. اول ما ابتدى ينزل هوب 33، هوب نزل 29، 28، هوب ينزل 26. فجاه اسعار بقت تنزل لحد ما وصل كام يا معلم؟ جاب 24، بعد كده جاب 22، بعد كده 21 ونص. فضل بقى واقف ايه على 21 ونص، 22 ونص شويه كده مده كبيره يعني شهر ونص بتاع. انا كنت كل ما اتابع اسعار، متابع كل البيجات اللي بتنزل اسعار، وانزل في محلات اسال عليه وبتاع والكلام ده كله. وانا كان معايا فلوس بصراحه، بس لا استنيت. فانا استنيت لحد ما لقيت سعره جاب ايه 19 ونص. تمام. كنت انا قفشت الفلوس يا باشا. الفلوس يا باشا. واول ما كده كنت خلاص بقى. ساعتها موبايلي باظ ايه. ساعتها كان الواتساب مش عايز يشتغل عندي على الجهاز، وناس بتبعت لي على الواتساب، ولازم المهم انا بالنسبه لي الواتساب عشان في ناس بتبعت لي اللوكيشن وبتاع، فلازم ارد عليهم. فلقيت الموضوع لازم انت تنزل تشتري موبايل، وانا بحتاجه. حتى ما بقتش اعمل فيديوهات على اليوتيوب والكلام ده كله.
والفانز عمالين يبعتوا لي انت ما بتنزلش فيديوهات ليه؟ فالمهم محدش سأل اصلا، محدش اهتم. بس ما علينا، ما تنزل تعمل لايك بقى وسبسكرايب وكومنت حلو زي كده عشان برضه نفتح نشوف انا جبت ايه. برضه في فلوس اتدفعت، فلوس حرام، في فلوس راحت في الارض. بس ما علينا. ساعتها اه لقيت اعلان نزله، حد نزله، قلت يا باشا انا هنزل اجيبه وخلاص. فنزلت بقى نشوف احنا جبنا ايه بقى، يعني نشيك بقى نشوف احنا جبنا ايه. مش هقول انا جبته منين عشان ما بقاش اعلان، عشان ما بقاش بعمل لهم اعلان، عشان هم قالوا نسخه جلوبال ورحت لقيتها في الاخر بنسخه روسي. بس ما علينا، مسؤولين كويسين يعني. بصوا البتاع دي لقيتها في المترو. دي اللي هي بتحط على الموبايل، يعني بتسقط على الموبايل كده مثلا كده، يعني بتثبته يعني بطاحه كده هيك يعني. معموله بلاستيك، هي فريم كده معمول ب 10 جنيه في المترو. ما علينا. دي الفاتوره اللي هي مدفوع فيها دم قلبي. ما فاتورتهاش، انا اشتريت حاجتين. هقول لكم سعره كام دلوقتي. انا قلت سعره بس. انا قلت سعره بس ما علينا. المهم يعني انا جاي بقالي داخل في اسبوع، ومن ساعتها في الشنطه ما طلعتوش. تقول لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش، والله العظيم تقول لي ليه؟ اقول لك ما اعرفش. عندي عاده غبيه جدا، اشتري اي حاجه واسيبها شويه. اجيب هدوم اركنها في الدولاب، ما اجيش جنبها ما ابصش عليها. اجيب حاجه موبايل ومحتاجه فشخ، لا يا باشا سيبه اركنه عشان يفتحه ولا يشوف هو في ايه. مش فاهم، عاده غبيه. فهو ده الموبايل. ريلمي 11. انا بتلخبط من 11 12 برو بلس. دي النسخه اللي هي دي روسي. في جلوبال الروسي والصيني. ابعد عن الصيني، خليك في الروسي او الجلوبال. تمام. نفتح بقول لك بقى ايه محتوياته. طبعا العلبه بتاعته ميك ات ريل. ماشي. ده ايه؟ دي اللي هي اللزقه اللي كانت بتيجي بيه اصلا. طبعا انا فكيته هناك يعني، عامله لي ازمه. وده الكتالوجات اللي محدش بيقراها. ده الدبوس ده هنطلع بالشريحه. ده جراب السيليكون بتاعه، مش عارف ايه بقى الكود ده ايه. مش جراب السيليكون بتاعه شكله ابن ناس. ماشي حلو. ده فلوس، في فلوس مدفوعه. بس كده دي خلاص. استنى يابا عشان ايه؟ مش حد بينزل، مش حد بيطلع موبايل كده. بص يابا الشياكه، شايف الشياكه والاناقه. بسم الله. هادي. شوف بعمل كده فيديوهات ابن ناس. بص السعر رولكس، لا صرف ومكلف، عايش اللزقه دي بصراحه. بص ده اللي هو بتاعت الرولكس دي، وثلاث كاميرات وبتاع. رحت ركبته سكينة جيلاتين من عند نفس الراجل اللي جبت منه. ماشي. نركب له بقى الكفر. الكفر بقى عشان يقفل على يعني يخلي الكاميرات لو حطيتها كده ما يحصلهاش حاجه. ابن ناس، سيبك انت. ندوس عليه نشغله. عملتك علامة الريلمي. ماشي. انا ساعتها راكنه في الشنطة من ساعتها والله. اوعى الريلمي. عايز اعرف هو نفس المقاس ده ولا ايه، بس هو مقاسه حلو يعني، تحسه تقيل شوية. اوعى يابا الفلوس. هبقى اتصور لكم بيه عشان اوريكم الكاميرات. في فلوس مدفوعة، في فلوس. ودي ايوه. استنى اوريكم الزوم بقى، استنى. يعني بص كده، الكاميرا بتاعته ابن ناس برضه. هو ده ايه 2 دي؟ استنى اشوف 2. ده الزوم 6 3 6. ده بعيد فشخ.
ودي استنى عايزين، ما هو ده بعيد فشخ أوي كده ليه؟ استنى، احنا عايزين نجيب حاجة بعيدة. ايه هي مثلا؟ استنى تعالى نشوف ريموت التكييف. ودي بص يابا، ده كده على 25. هو ريموت التكييف شغال ازاي مفيهوش حجرة؟ ماشي. ده ايه؟ ثواني يابا. وي هو يعني قشطة شغال يعني. حلو، لذيذ. دي الصورة كنت متصورة هناك. ايه ده، انا عملت لهم اعلان كده؟ ماشي. الله يا عم فرح. بص عشان انا فوتوغرافر، بص انا مصور صورة عاملة ازاي ومصورها صورة عاملة ازاي. في فرق برضه يا جماعة، في فرق. حلو، دي ناس يا ابني والله. ماشي. في بقى اللي هي البورتريه دي. بص انا بصور لكم بيه برضه اوريكم ايه فرق بتاع. بص طبعا انا لسه ما عملتش فيها حاجه، ما نزلتش فيها حاجه وبتاع، بس الدنيا حلوه. والبطاريه بتاعت 37%، مفيهوش سيم بقى. في سكين عشان ما تبصمش والكلام ده، بس قشطه يعني. ماشي، ده كده بالنسبه للموبايل. ده بالنسبه للاسعار. نشوف ايه اللي معاه تاني. دي اللي كانت على الشاشه من بره، وده مش عارف ايه، دي حاجات مالهاش لازمه. بس بقى الشاحن يابا الجبار، الشاحن تهمه. الشاحن ده 67 واط، مش عارف بيشحن الموبايل في ساعه الا ساعه الا ربع حاجه زي كده. ودي الوصله بتاعته، وصله بنت ناس برضه. جبت اللون الازرق عشان اللون الازرق حلو بصراحه. بس ودي بقيه العلبه، فقشطه كده احنا خلصنا. شوف بقى اللي انا جبته التاني. المهم احكي لكم حاجه برضه يعني. وانا هناك كنت واقف بشتري، صارف 22,000 جنيه. يعني بص، ده انا هخرب لكم الدنيا. ففي عيل دخل من بتوع ايجيبت. المعلم ده عمل ايه؟ عيل شافه بناس يعني. فدخل، فانا واقف، انا كان ساعتها النور كان قاطع، فهو دخل يسال حاجه. معاه ايفون اللي هو 15 برو ده، بس هو زعلان عشان بسيم واحده، بسيم كارد واحده، اللي هو خط واحد يعني. فبيسال الراجل لو عايز اجيب موبايل ايفون بس يكون بخطين. فانا بصيت له، اللي هو هتبيع ايفون معاك بسيم واحده عشان تجيب ايفون باتنين سيم كارد؟ فالتاني قال له بيجي بس بالطلب. قال له عامل كام؟ قال له معرفش، انا عامل حاجه و60,000. فانا بصيت له، يخرب بيتك حاجه و60,000، مش عارف 63,000 حاجه زي كده. قال له ماشي. ايه ده، انت عادي بالنسبه لك؟ ماشي، 60,000 جنيه دول جوزوا ناس، فانت عادي يا عم كبر. ما كنت لسه برضه شايل موبايل ب 22,000 جنيه، يعني انت برضه غني، غني شويه. ف فهو احنا واقفين. فانا قلت له ايه؟ قلت له يا عم اجيب لك موبايل صغير حط فيه خط التاني، بدل ما تشغل موبايلين في خطين يعني. قال لي ايه؟ قال لي لا، هو يبقى خطين في موبايل واحد بس. فقلت له يا عم افرض ماشي في حته والدنيا باظت خالص والموبايل فصل منك. قال لك يا باشا انا معايا باور بانك. ده انت رخم بقى، ده انت رخم. قلت له يا عم انا غلطان. قال له، فبيقول له طب انتوا بتشتروا موبايل؟ قال له فراح قال له الموبايل اللي معايا ايفون ده، بس ده بسيم كارد واحد. قال له كنت شاريه بكام؟ قال له كنت شاريه ب 70,000 جنيه. يخرب بيتك، انا عايز اجيب عربيه ب 70,000 جنيه. طبعا مفيش اسعار، مفيش بالكلام ده دلوقتي. فانا بصيت له، انت جاي تتعبنا بقى ولا ايه يا عم؟ ارجع الموبايل والله ارجعه. قال له جاوب 70,000 جنيه. قال له طبعا مش هيتباع بالسعر ده. قال له ما انا عارف. قال له بص، ده يعمل 50,000 جنيه. انا توترت بقى ده يعمل 50,000 جنيه. قال له يا قليل قوي، انت عايز اقول له قليل؟ ده انت بتهزر. فقال له خلاص ماشي، انا احتاجته تجيبه لي. قال له هو بيتكلم بسلاسه عادي، اللي هو قشطه جيبه لي يعني، المشكله. فهو ماشي لقى اللي هو الفلاج شيب، اللي هو اسمه فلاج شيب ده، الفلاج شيب اللي هو السامسونج ده اللي بيتفتح ده كده. لا، فبيقول له ايه ده والله حلو قوي ده، مفيش منه. قال له لا، ده ماكت ده. قال له طب انتوا مش بتبيعوا الماكت ده؟ قلت له يا اخويا انت في انت جايب اي حاجه؟ ايه اللي جايب؟ قال له يا عم ده، فبيقول له ده بيبقى من غير خط يعني، بيبقى حاجه اللي بتنزل المحلات وما ينفعش نبيعها للناس. قال له يا عم ايه، هشتريها منكم عادي وانتوا بقى هاتوا لكم واحد تاني. قال له لا، ممكن اكلم لك الشركه تجيب لك واحد، بس اجيب لك واحد بخط. قال له لا يا عم، انا عايز واحد زي ده كده يبقى معايا. فانا سحبت برضه من لساني وقلت له ايه، قلت له طب انا اسالك سؤال، ده هتعمل بيه ايه؟ يعني هو ماكت اصلا
مش هيبقى في سيم كارد، هتشغل من عليه النت ازاي؟ قال لك ما في دلوقتي انترنت هوائي اللي هو ما اعرفش تمشي براوتر ده. قلت له انت مهكر الحياه انت في ايه يا عم؟ انت جاي تعبنا يا اطلع بره يا عم. فما علينا يعني، الراجل مشي، بس هو ده من سكان ايجيبت، فطبعا يعني احنا ايه، يلا الحمد لله الحمد لله. مش احنا جبنا موبايل وجبنا ايربودز، انا اول مره اجيب ايربودز على فكره، ان كان اخر السماعه ام سلك. ما كنتش بجيب حاجه وحشه بصراحه. انت فتحت ازاي دي؟ هو هتتكسر. ماشي، تتفتح من تحت يعني ولا ايه الكلام؟ اه والله هتفتح من تحت، ده هنا عشان تسحبها. يابا الفلوس، في فلوس مدفوعة هنا اهو. مهم. ماشي، دي ودانا عشان ودانك معفنة. ادي واصلة، الراجل قال لي لما تيجي تشحنها اشحنها على البي سي مثلا، او ما تشحنش من شاحن عشان ما يبقاش تقيل عليها وبتاع. قلت له ماشي، عشان خاطرك بس. وده الكتيبات اللي احنا ما نفتحهاش. انا عايز اقول لكم ما اعرفش تشتغل ازاي بجد والله، يعني انا ما اعرفش المفروض اعمل ايه عشان تشتغل ازاي، بس قشطه اهي. شياك شياك. انا اللي قلت بقى مره، ما انت طلعت الطص، فهتروح بقى ترمي كل فلوسك بقى في الارض. بما مكتوب عليها ليفت ورايت صح؟ ولا الهاند فري بس اللي مكتوب عليها كده؟ بص انا ودانا صغيره فشخ، انا بص ودانا عامله ازاي، ودانا صغيره. معرفش اشتغل ازاي والله، بجد يعني بجد. يعني المفروض ايه ده؟ انا اول ما حطيتها في وداني عمل لي ترين. ايوه يعني ايه بقى؟ عمل ترن تاني كمان، عملت 2 ترن لما حطيتها في ودني، وعارف ان انا حطيتها في ودني ايه الهبل ده؟ تقريبا مكتوب عليها ليفت ورايت، لا مش مكتوب. ماشي يا ست، اعمل ايه؟ ايه اللي ترن؟ اعمل ايه يعني؟ ماشي، زي الفل. تقريبا لما فتحتها اتضايقوا. لا بس لذيذ. لما اشغل بقى البتاع ده هحطها عليه. بس ده كده فيديو النهارده، يعني قلت له انا مش بتاع ريفيو يعني، انا بس ايه، بحب اشارككم بالحاجه اللي انا اشتريتها بس، مش اكتر. فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب. عايزيني بقى اعمل لكم بقى حاجه اعلى، يعني اصور لكم بقى بيه واوريكم بقى حاجات هو بيعملها وكده، ماشي يعني، مش عنديش مشكله، مش هقول لكم لا يعني، انتوا حبايبي.